مرحبا بكم من جديد. شهد ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة تطورات خطيرة بعد تداول لقطات جديدة يقال إنها تظهر استهداف الميناء بطائرات مسيرة إيرانية. إليكم التفاصيل. شهد ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة تطورات خطيرة بعد تداول لقطات جديدة يقال إنها تظهر استهداف الميناء بطائرات مسيرة إيرانية. ويعد هذا الميناء من أهم المراكز النفطية في العالم، إذ يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال تخزين النفط، ما يجعل أي رجوم عليه حدثاً بالغ الحساسية بالنسبة لأسواق الطاقة الدولية. ووفق ما يتم تداوله في التقارير، فإن الطائرات المسيرة انطلقت في اتجاه منشآت التخزين والبنية التحتية للميناء، ما أدى إلى وقوع انفجارات وتصاعد أعمدة من الدخان في محيط بعض الخزانات النفطية. وقد أظهرت اللقطات المتداولة أضواء وانفجارات ليلية قرب منطقة الأرصفة النفطية، بينما سارعت فرق الطوارئ إلى احتواء الأضرار وتأمين الموقع. تكمن خطورة استهداف هذا الميناء في موقعه الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. وقد جرى تطوير ميناء الفجيرة أساساً ليكون منفذاً بديلاً يسمح بتصدير النفط الخليجي دون الحاجة للمرور عبر هذا المضيق الحساس. ويرى مراقبون أن أي هجوم على هذا المرفق الحيوي قد ينعكس مباشرة على استقرار إمدادات الطاقة العالمية، خاصة أن الميناء يمثل عقدة أساسية لتخزين النفط وتزويد السفن بالوقود في المنطقة، كما أنه يلعب دورا مهما في ضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. وفي ظل هذه التطورات تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الإقليمية والدولية، إذ قد يؤدي استهداف منشأة بحجم ميناء الفجيرة إلى تصعيد التوتر في الخليج، وإلى تجديد الإجراءات الأمنية حول المرافق النفطية والموانئ الحيوية في المنطقة.